كل سنه وانتم طيبين. خلصنا العيد ورجعنا مع دكتور سكوتر في حلقات اسال دكتور سكوتر. النهارده الحلقه الرابعه. تعال نشوف الاسئله بتاعتكم ونجاوب عليها انا وباشمهندس محمد. عامل ايه يا هندسه؟ صباح الفل يا هندسه. صباح الفل عليك. السؤال الاول معانا، ليه السكوتر لما بغسله ما بيرضاش يدور وبيغلبني قوي في الدواره؟ ان معظم اللي بيغسل السكوترات ما بيبقاش اخد باله من نقط مهمه قوي، اللي هي الفيش بتاعت الملف، زرار المارش، كل الحاجات اللي ما ينفعش يجي عليها ميه مباشره. اهم حاجه بعد ما نغسل خلي اللي غسل يعمل تنشيف بالهواء لكل فيشه في السكوتر. والاهم من التنشيف طبعا اللي احنا نوجه الخرطوم في الاماكن الصح، ما نروحش عند الفيشه وعند الكهرباء اللي جايين غاسلين موجهين المسدس. والسؤال التاني يا باشمهندس بيسال ليه العجله بتلف لوحدها في حاله انها مدور السكوتر ومش مزود بنزين. جميل السؤال ده. لو احنا مش مزودين بنزين والعجله بتلف لوحدها كده اكبر دليل ان احنا عندنا مشكله في طين الطلعه. معانا السؤال الثالث، ليه السكوتر بيفرقع كل شويه؟ بص يا باشمهندس، الفرقعه اتكلمنا عليها كتير، اسبابها ياما، اهمها بوجيه، جاكمان، كويت كربراتير، خرطوم منفس، الرداخ فيه مشكله، دي كلها من الاسباب. فكره احنا مجاوبين على السؤال ده قبل كده برضه. يعني ممكن تدخلوا في الفيديوهات القديمه هتلاقينا منزلين فيديو مخصوص عشان الفرقعه. ومعانا السؤال الرابع يا باشمهندس بيسال ليه ببقى ماشي بالسكوتر عداد السرعه مش شغال ولا عداد الكيلوات. بسيطه خالص، احنا كده عندنا مشكله لا في الكابل بتاع السرعه يا في مكنه السرعه. بس كده احنا كده خلصنا النهارده. اي سؤال عندكم اسالوه لنا واحنا هنجاوبكم الحلقه الجايه. مع السلامه.